في سنة 2024 فتحت عيادة نفسية صغيرة في المنصورة. الدكتور اسمه ياسر، كان شاطر وأسعاره رخيصة. الإعلان كان بسيط جدا: جلسة ب200 جنيه، سرية تامة، وتسجيل صوتي للمتابعة فقط. أنا سلمى، عندي 27 سنة. من وأنا صغيرة وأنا بعاني من الأرق والكوابيس المتكررة. بس كان في كابوس واحد بيتكرر دايما: أوضة بيضة، سرير في النص، وصوت حد بيعد: 1 2 3. حجزت أول جلسة. في البداية كل حاجة كانت طبيعية. الدكتور كان هادي، بيسمعني من غير ما يقاطعني. وفي آخر الجلسة قال لي: هنسجل الجلسة عشان نراجع تقدمك بعدين. وافقت. في الجلسة التانية بدأ يسألني عن الكابوس، وأنا بحكي. النور قطع لمدة ثانيتين وبعدين رجع. الدكتور مهتمش. بعد أسبوع بعت لي التسجيل الصوتي بتاع الجلسة على الواتساب. قال لي: راجعيه لما تكوني فاضية. شغلته وأنا في المواصلات. سمعت صوتي وصوت الدكتور. كل حاجة كانت طبيعية لحد الدقيقة 14 و22 ثانية. ظهر صوت تالت، صوت بنت صغيرة بتقول: ما تقوليش للدكتور. قفلت التسجيل فورا. قلبي كان بيدق بسرعة وبعت للدكتور: هو حضرتك سجلت حد معانا؟ رد عليا: مستحيل، الميكروفون كان موجه ليكي بس، يمكن صوت من الشارع. حاولت أقتنع وكملت العلاج. 4 جلسات، وفي كل مرة كان بيبعت لي التسجيل، لكن الصوت كان بيرجع. وفي كل مرة كان بيقول حاجة مختلفة. مرة: هي هتقتلك. ومرة: السرير تحت الأرض. ومرة: 1 2 3. سألت أصحابي، كلهم قالوا لي: سيب الدكتور ده. لكن المشكلة إني كنت فعلا بدأت أتحسن. الأرق قل والكوابيس بقت أقل. فقررت أكمل. في الجلسة الخامسة واجهت الدكتور بالتسجيلات، شغلها معايا. أول ما سمع الصوت وشه اتغير وبان عليه الخوف. قال لي: سلمى، أنا عمري ما سمعت الأصوات دي وأنا بسجل. وسكت شوية وبعدين قال: الجهاز نظيف. وبعد لحظة صمت بصلي وقال جملة غريبة جدا: انت رقم 7. رجعت البيت وأنا مش فاهمة، وقعدت أدور. لقيت 6 بنات قبلي كانوا بيتعالجوا عند الدكتور ياسر، كلهم تقريبا في نفس سني. والأغرب كلهم كانوا بيحلموا بنفس الحلم: أوضة بيضة، سرير، وصوت بيعد: 1 2 3. لكن ال6 بنات اختفوا. آخر بوست لإحدى البنات كان من سنة. كانت كاتبة: الدكتور قال لي إني قربت أخف. رحت القسم، حكيت كل حاجة، لكن محدش صدقني. قالوا لي: فين الدليل والتسجيلات؟ كنت مسحتها من الخوف. فقررت أواجه الدكتور لوحدي. حجزت جلسة سادسة، لكن المرة دي حطيت موبايل تاني في شنطتي وكان بيسجل. دخلت العيادة، كانت فاضية، والدكتور كان قاعد في الضلمة ومنور أباجورة واحدة بس. بصلي وقال: جهزتي؟ وبعدين قال: دي آخر جلسة. طلب مني أغمض عيني وقعد معاه. 1 2 3. وأنا بعد سمعت صوت الباب بيتقفل، وبعدين سمعت صوت سرير بيتسحب على الأرض. فتحت عيني، لقيت نفسي في أوضة بيضة مفيش شبابيك، وفي سرير موجود في النص. الدكتور كان واقف قدامي وماسك مسجل قديم، وبصلي وقال: السادسة اللي قبلك قعدت 3 أيام لحد ما اعترفت بمكان الذهب. وسكت لحظة وبعدين قال: انتي بقى مخبية ايه؟ ساعتها فهمت. الدكتور كان بيخدر البنات ويصورهم ويبتزهم. أما الصوت اللي كنت بسمعه في التسجيلات فكان صوت ضحايا قبلي. لكن كان عندي حظ، الموبايل اللي فيه شنطتي كان بيبث لايف لصاحبتي. وبعد 10 دقايق الشرطة كسرت الباب، فتشوا المكان ولقوا في البدروم 6 سراير وتسجيلات لكل البنات. الدكتور ياسر اتحكم عليه ب25 سنة سجن، وأنا حاولت أبدأ حياة جديدة. لكن كان في حاجة واحدة لسه عندي: آخر تسجيل. التسجيل اللي كان اسمه سيشن شرطة سفلية 7 شرطة سفلية فاينل نقطة M4A. وفي آخره بعد ما الشرطة أخدت الدكتور سمعت همسة، صوت بنت صغيرة بيقول: شكرا إنك رقم 7. عدت سنة. العيادة اتقفلت بالشمع الأحمر، وأنا سافرت القاهرة وبدأت حياة جديدة. والكوابيس اختفت لحد ليلة الساعة 2:17 الفجر. موبايلي رن، رقم غريب، وظهر على الواتساب: تم إرسال تسجيل صوتي. اسم الملف كان سيشن شرطة سفلية 7 شرطة سفلية فاينل نقطة M4A. قلبي وقع، ده نفس اسم التسجيل اللي الشرطة أخدته. شغلته وإيدي بتترعش. سمعت صوتي أنا: 1 2 3. وبعدين صوت الدكتور ياسر: برافو يا سلمى. وبعدها صوت بنت جديدة بتصرخ:
الحقوني، هو لسه بيعد. التسجيل خلص، وبعده وصلتني رسالة: دورك خلص. رقم 8 بدأت. كلمت صاحبتي اللي أنقذتني، قالت لي إن الشرطة أكدت إن كل حاجة اتقفلت. دخلت على جروبات المنصورة ولقيت بنت منزلة من أسبوع: حد جرب عيادة الدكتور ياسر؟ لقيت إعلان جلسة ب200 جنيه. الناس ردت عليها: العيادة مقفولة يا بنتي. لكن هي ردت: لا، في عيادة جديدة في شارع الترعة، نفس الاسم ونفس الدكتور. مستحيل، ياسر في السجن. رجعت المنصورة، العنوان طلع مخزن مهجور، وعلى الباب كانت في ورقة مكتوب عليها: عيادة الأمل للصحة النفسية، جلسة ب200 جنيه. دخلت. الريحة كانت هي ريحة المعقم، ومعه إحساس غريب بالخوف. لقيت واحد قاعد على المكتب، لابس بالطو أبيض وظهره ليا. قال بصوت واطي: سلمى، مستنيكي من سنة. لف، ما كانش ياسر، كان شاب في العشرينات، لكن كان لابس نظارة ياسر بالظبط. ابتسم وقال: أنا أخو ياسر الصغير، هو علمني كل حاجة قبل ما يتقبض عليه، وقال لي إن رقم 7 هربت، بس رقم 8 هتكمل اللي بدأناه. طلع مسجل قديم، كان هو نفس المسجل بتاع ياسر. وداس تشغيل، طلع صوت بنت بتعيط: 1 2 3، مش قادرة. وبعدين صوت ياسر من التسجيل: شاطر يا أحمد، كمل مكاني. ساعتها فهمت، ياسر كان بيسجل لنفسه تعليمات من السجن، وأخوه كان بيكمل شغله. جريت ناحية الباب، لكن كان مقفول. قال لي: ما تخافيش، انتي مش الضحية، انتي الطعم. كل البنات اللي جم بعدك سمعوا صوتك في التسجيلات فصدقوا. وبعدين ابتسم وقال: انتي رقم 7 اللي جابت رقم 8. فجأة موبايلي رن، ظهر لايف من رقم مجهول. فتحته، لقيت 4 بنات في أوضة بيضة مربوطين، وواحدة منهم ماسكة موبايل وبتعيط. وبصت للكاميرا وقالت: سلمى، انتي سلمى؟ صوتك كان في التسجيل بتاعنا. صرخت، مسكت الأباجورة وضربته بيها. الباب اتفتح من بره، الشرطة وصلت. صاحبتي كانت بلغت من بدري. فتشوا المكان ولقوا البدروم، 4 بنات وأجهزة تسجيل، وعلى الحيطة كان مكتوب بالدم: 1 2 3 4 5 6 7 8. أخو ياسر اتحكم عليه ب15 سنة، وياسر اتحكم عليه بالمؤبد. لكن الغريب إن تاني يوم جالي واتساب من رقم مجهول، تسجيل جديد، صوت ولد صغير بيقول: شكرا يا سلمى، عشانك وصلنا الرقم 9. ومن ساعتها وأنا بمسح أي رقم غريب. لكن كل يوم الساعة 2:17 بلاقي تسجيل جديد نزل لوحده، والرسالة دايما واحدة: دورك خلص. رقم 9 بدأت. بعدها قررت أروح لياسر في السجن. قعدنا ورا الإزاز، كان شكله اتغير جدا، كأنه كبر 10 سنين في سنة واحدة. بصيت له وقلت: مين اللي بيشغل التسجيلات؟ انت في السجن. ضحك ضحكة ناشفة وقال: أنا؟ أنا مجرد أول واحد سمعه. سألته: سمعت إيه؟ بصلي وقال: المسجل، جبته من مزاد علني، كان بتاع مستشفى أمراض نفسية اتقفلت من 30 سنة. أول ما شغلته لقيت عليه تسجيل بنت بتعد 1 2 3 وبتقول: ساعدوني. وسكت، وبعدين كمل: ومن يومها بدأت أسمع أصوات جديدة بتتسجل لوحدها. اكتشفت إن أي حد بيسمع التسجيل بيبقى جزء منه. بصلي وقال: انتي مش رقم 7 يا سلمى، انتي أول واحدة قدرت تهرب، وعشان كده هو اختارك تكوني الناقل. رجعت البيت، كسرت كل حاجة، لكن سبت حاجة واحدة: التسجيل الأخير. سيشن شرطة سفلية 7، شرطة سفلية فاينل نقطة M4A. شغلته للمرة الأخيرة. سمعت صوتي، وصوت ياسر، وصوت البنت الصغيرة. وبعد 10 ثواني من الصمت ظهر صوت رابع، صوت ست عجوزة. قالت: المستشفى اتقفلت عشان الدكتور كان بيجرب علاج بالتنويم على الأطفال. ماتوا كلهم في الأوضة البيضاء، وأرواحهم اتحبست في المسجل. وعشان تطلع لازم ضحايا جداد يسمعوا ويصدقوا ويخافوا. الخوف هو المفتاح. ساعتها فهمت، المسجل هو الملعون، مش ياسر ومش أخوه. أي حد يسمع التسجيل هيكمل اللعنة. بصيت للساعة، كانت 2:16. استنيت 2:17، الموبايل نور لوحده، وظهر تسجيل جديد: سيشن شرطة سفلية 12 نقطة M4A. لكن المرة دي أنا اللي ضغطت على زر التسجيل الأول، واتكلمت بصوت عالي وثابت: أنا سلمى، أنا رقم 7، وأنا مش خايفة. اللعنة بتنتهي هنا، مش هساعدكم تجيبوا حد تاني. ارقدوا في سلام. سكت 3 ثواني، وبعدين رجع صوت البنت الصغيرة: ما تقوليش للدكتور. رديت عليها: مفيش دكتور،
مفيش أوضة بيضاء. نامي. فجأة صرخة عالية، صوت إزاز بيتكسر، وبعدين سكوت. الموبايل فصل، ولما فتحته تاني كل التسجيلات كانت اتمسحت. حتى المسجل القديم اللي كان موجود في مخزن الأدلة اتحرق لوحده، والخبر ظهر في الجرايد. عدت سنة وأنا كويسة بنام، مفيش كوابيس، مفيش تسجيلات، ومفيش رسائل الساعة 2:17 لحد امبارح. كنت راكبة القطر وقاعدة جنبي بنت صغيرة، قربت مني وهمست: طنطا، ممكن أعد؟ قلبي وقف. بصيت لها وقلت: لا يا حبيبتي. ابتسمت وقالت: خلاص، 1، 2. وبعدين سكتت وقالت: خلاص، مش هكمل. ونزلت في المحطة اللي بعدها. ومن ساعتها مفيش ولا رسالة، مفيش تسجيلات، ومفيش الساعة 2:17. يمكن فعلا اللعنة انتهت، لأن في النهاية حد أخيرا قال لا، بدل ما يقول الحقوني. ولو عجبك الجزء ده متنساش يا صديقي أو يا صديقتي تعمل متابعة، لأن أحيانا أخطر حاجة في التسجيل مش اللي بنسمعه، لكن اللي ممكن يحصل بعد ما نضغط تشغيل.